أنا عايزة أقولك إن واحدة زيي بتعاني من التشتت حتى بعد كل الدراسات اللي درستها في حياتي. مش هحكي لك بقى أنا عملت إيه ولا حتى قريت قد إيه ولا حتى سمعت فيديوهات وبودكاستات قد إيه عشان أحاول أتخلص من التشتت. لا، وضيف على كده كمان إن أنا واحدة مش متعددة المهام تماماً. يعني أنا ما بعرفش أعمل حاجتين في وقت واحد. أنا لو بكتب على الكمبيوتر مستحيل أرد عليك، ولو بتكلم في التليفون وحد شاورلي من بعيد مستحيل أفهم. لو أنت زيي اكتبلي في الكومنتات. أنا دلوقتي بقى في الفيديو ده جاية أقولك شوية حاجات قد كده هتساعدك. ده بعد رحلة بحث طويلة وبعد دراسات كتيرة وبعد سماع فيديوهات أكتر وقراية كتب أكتر. بص بقى، لو أنت أصلاً كل يوم تقعد تحس إن اليوم ضاع منك، عندك تشتت رهيب وعايش رحلة عذيب رهيبة إنك كل يوم بالليل تفتكر اللي أنت كنت المفروض تعمله وتقعد تعيط وتصوت وتلطم. بص، أنا جاية النهاردة أخلص لك كل الخناقة دي، بس طبعاً هتعملي لايك وشير وكتير. أول حاجة لازم تعرفها وهم الانشغال اللي أنت بتعمله لنفسك. طبعاً أنت كل ما يجيلك رسالة تقعد ترد عليها ومحسس نفسك طول الوقت إن أنت مشغول. أنا مسحول على فكرة، مش عارف أعمل إيه، ده أنا من كتر ما بدور على شغل مش فاضي أشتغل يا جماعة. أنت اللي شاغل نفسك طول الوقت، لأن أنت طول الوقت أول ما يجيلك نوتيفيكيشن تجري على الموبايل بسرعة، عايز ترد على الرسالة، عايز ترد على الكلام، عايز ترد على التليفون. لازم دايماً تعرف تقسم أولوياتك. يعني أنا دلوقتي بعمل حاجة مهمة والتليفون هيجي بعدين. تاني حاجة أنا كنت بعملها غلط زيكم على فكرة، غياب المعنى والهدف. أنا كنت بفتكر يعني إن أنا مش لازم كل يوم أصحى عندي هدف كاتباه وحافظاه وعارفة أنا هعمل إيه النهاردة. بس غياب المعنى والهدف بيخليك مشتت، بيخلي دماغك قاعدة جوه بتقولك هو إحنا المفروض نعمل إيه النهاردة، وإنت طبعاً ما بتردش على إجاباتها دي، إنت قاعد ضايع ومتسوح. وتالت حاجة بنعملها غلط هي المتعة السريعة. احنا عندنا إدمان الدوبامين للمتعة السريعة، فاحنا على طول عايزين نقعد على الموبايل نسكرول، ناكل فشار ونتفرج على فيلم. احنا مبلطين ما بنعملش حاجة بقى خالص. فالحاجات دي كلها بتعمل تشتت. طب أنا هتخلص منه ازاي؟ هقول أول حاجة في رحلة تغييرك وإنك ترجع بني آدم تاني هادي وراسي وعارف هو بيعمل إيه، إنك تغير قناعاتك. مين اللي بيحدد إيه أولوياتك؟ طبعاً بتقلد، أصل لو حد تاني هتبقى مشكلة. المفروض أنت اللي بتحدد أولوياتك. يعني أنا هعمل إيه دلوقتي، فأروح أكتب أنا هعمل كذا دلوقتي، فما فيش حاجة هتخرجنا بره الإطار ده، لا مكالمات ولا أي حاجة. فأول حاجة بتخليك تستعيد السيطرة على حياتك هي معرفة أولوياتك. أنت الوحيد اللي لازم تقول إيه أولوياتك في اليوم، أو إيه أولوياتك في الحياة، أو إيه أولوياتك في الشغل. غير كده هيبقى يومك ضايع. فأنت لازم تعمل برمجة لمخك إنه إحنا في وقت معين مش هنرد على كل الرسائل، في وقت معين مش هنبقى مفتوحين لكل الناس، مش مفتوحين لكل المواعيد، مش مفتوحين لكل الأمور اللي حوالين. طب إيه تاني بيمرمج مخي؟ إن أنا أبقى أنا الوحيد اللي عارف إن أنا بحدد أولوياتي وبحددها لأسباب. يعني في سبب لأولوياتي، أنا لازم أذاكر قبل وقت معين عشان أنا عندي هدف معين. ساعتها هتبقى بدأت ساعتها بس هتبقى بدأت، ومجرد بدأت فاهمني تستعيد السيطرة على حياتك. في حاجة كمان انت ما كنتش بتاخد بالك منها زيي، انك طول الوقت عندك تحدي انك تنهي المهام اللي حواليك وكأنها خناقة، مع انها مش خناقة ولا حاجة. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لك إنه التحدي الحقيقي إنك تنهي الحاجة اللي أنت بتعملها في إيدك. في حاجة في مخك اسمها الفومو، يعني أنت لما بتبقى ماسك تاسك وبتعمله فدماغك تبقى قاعدة تقول طب ماذا لو اللي أنا مش بعمله ده هو الأهم من اللي أنا بعمله، فتبدأ دماغك تسوحك. عشان أنت بقى ما تتسوحش مع دماغك لازم تبقى فاهم عن نفسك النظرية دي، فتقول لدماغك أنا محدد أولوياتي وفاهم كويس قوي أنا بعمل إيه. هنخلص ده دلوقتي عشان المهم إن احنا نخلص، مش المهم هنخلص إيه. المهم إن احنا نكون نخلص الحاجات اللي احنا بنعملها، حتى لو كانت حاجات صغيرة بنركبها فوق بعض بنخلص مهام كبيرة. ولازم تكافئ نفسك على كل حاجة بتخلصها. الحاجة كمان اللي لازم تاخد بالك منها إنه في آلية دفاع في دماغك هي اللي بتحسسك بجلد الذات ده، فتبدأ تقولك إن أنا بكلمك الكلام ده لمصلحتك عشان أنا عايزاك أحسن.
فده مش صح خالص. الصح إنك لازم تعرف أول لما بيحصل جلد الذات ده إنه في فجوة بينك وبين اللي أنت عايز تكونه، فدماغك بتعمل لك جلد الذات ده. طب إيه بقى اللي هيبني عضلات الثقة اللي هتخليني أبطل جلد ذات؟ كل قرار صح هتعمله وكل أولوية هتحطها لنفسك بقرارك وتكون كمان ليها أسباب. ساعتها دماغك هتعرف إنك صاحب قرار، وده هيكون عضلة بناء قوية تخليك أحسن في اللي جاي. حاجة كمان هتفاجئك، هتخلصك من التشتت، إنك تقول لأ. وضع حدودك لنفسك ده ما بيخليش الناس تكرهك، يعني الناس مش هتتضايق منك عشان انت قلت لأ. بالعكس، انت دماغك ساعتها هتفهم انك بتحترم نفسك وبتحترم وقتك زي ما انت بتحترم الآخرين وبتحترم وقتهم. يعني انت لما هتقول لأ هتبقى بتحترم نفسك وبتحترم أولوياتها، فساعتها كل حاجة فيك هتحترمك. يعني دماغك هتحترمك وهتحترم قراراتك وهتبقى عارفة ان انت على قائمة أولوياتك، والناس عمرها ما هتزعل منك لو قلت لأ لو كانوا هم مش بيستغلوك. فلازم تفهم إنه لأ دي اللي هي مش دايماً، يعني لو أنت عندك حاجة فعلاً أنت هتقول لأ، أو المكان مش مناسبك أو الموضوع مش مناسبك فهنقول لأ. ده وضع حدود لنفسك وللناس التانية، زي ما أنت برضو بتحترمهم لو قالوا لك لأ، أنت ما بتزعلش منهم، ما بتختفيش، مش هتسيبهم أكيد. الحاجة كمان اللي هتخلصك من التشتت هي إدارة الشغف، إدارة تعدد الشغف. لازم تفرق بين الشغف والاهتمام. يعني مش معنى إن أنا مهتم ب10 مجالات فأوزع ال10 ساعات اللي أنا بشتغل فيهم على 10 مجالات، لأنه الاهتمام غير الشغف. أنت لازم يكون عندك حاجة وهدف إنك تكمل في كارير واحد بس لمدة 10 ساعات متواصلة، فده هيخليك أنجح بكتير من إنك توزعه على 10 مهام. ما هو كل مهام فيهم هتاخد ساعة، فساعتها أنت مش بتدي إنتاجية كبيرة. لكن لو أنت عندك حاجة مخللها وقتك بس ومخلي حاجة واحدة بس هي دي المهمة دلوقتي لازم نخلصها ونشتغل عليها، فأنت هتخلصها بطريقة أحسن وأوضح. الرحلة دي بقى علمتني إني مش لازم أكون مثالية، مش لازم يومي يكون ماشي زي الساعة. أنا لازم أكون أنا عطوفة على نفسي من جوايا، أبقى عارفة نفسي وأبقى فاهمة نفسي، أبقى فاهمة إزاي هشتغل عليا. واتعلمت إن جلد الذات مش التزام، وإن الخوف مش عدو، وإنه لأ مش خيانة. السؤال ليك بقى، إيه القرارات اللي قررت تاخدها بعد ما شفت الفيديو ده؟ بتبقى قرارات صغيرة أو كبيرة. اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك، وهكتب لك حاجات أكتر هتساعدك، واعملي لايك واشتراك وبس كده. باي باي.